السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. وصفتنا لليوم هي جاتو عيد ميلاد ولدي، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. تبعوا المراحل من الأول للآخر باش تنجح لكم، فيها برشا مراحل أما ميسالش. بشوية بشوية خذوا ورقة وستيلو وقيدوا المكونات. بالنسبة للمكونات متاع الجينواز 85 جرام فارينة ومعاهم 80 جرام سكر قسمتها على زوز، 40 جرام 40 جرام، واحد نعملها مع الأصفر واحد مع الأبيض متاع العظم. وخذيت 40 مليلتر زيت نباتي و45 مليلتر حليب وأربع كعبات عظم واكستريم تاع فاني. وعلى فكرة السكر اللي استعملته هو سكر محور ما هو سكر عادي. أول حاجة نبدأ بيها هي أني نفصل أبيض العظم على أصفر العظم. أكيد العظم اللي استعملته راه بدرجة حرارة الغرفة، ورد بالكم زادة إن يقعد شوية أصفر مع الأبيض. وتوا نبدأ ببيض العظم. أول حاجة نزيد عليه رشة ملح وناخذ الركاذة ونبدأ نركض فيها بيض العظم، ونزيد معاه 40 جرام سكر محور اللي من بكري قلت لكم عليهم، ونبدأ نركض حتى وين نتحصل على خليط أبيض ومتماسك. نخلي الخليط الأبيض على شيرة ونتعدل أصفر العظم. نزيد معاه المكونات الكل فرد مرة. أول حاجة نبدأ بالفانيليا، ومن بعد السكر المحور، وزدت معاهم الزيت والحليب والفرينة. بالنسبة للفرينة أكيد مغربلة باش يدخل فيها الهواء. الصحفة جت صغيرة بدلت في صحفة أخرى، راهم حتى صحفة هيك جت صغيرة شوية، ميسالش نعملوا في حاجة مساسعة باش ما تتمسخلكمش الدنيا خير. نركض المكونات الكل مع بعضهم حتى وين يتجانس الخليط، ومن بعد ناخذ أبيض العظم ونزيد عليه الأصفر ونخلطهم بشوية. شوفوا كيفاش طريقة التحريك، رد بالكم تدخلوهم بعضهم من اللوطة للفوق. بالنسبة للخليط هذا يعمل لي زوز كعبات جينواز. أنا بالنسبة لي خذيت بلاتو وزدت عليه بابي كويسون وخذيت سيرسو هذا سيركل، القطر متاعها 30 سنتيمتر، وقسيت بابي كويسون على شكل مستطيل ودهنت السيركل بالزيت، وحاولت اني لصقه باش يجي على قياس السيركل قد قد. وحطيت شطر الخليط متاع جينواز. بالنسبة لكيفاش عملت راني قسمتها بالميزان باش يجو كيف كيف، ما تجيش واحدة أكبر من واحدة ولا أعلى ولا حاجة. نحاول إني الخليط نطرحه على البلاتو الكل. شوفوا بالطريقة هذه. ومن بعد ندخل الجنواز للفور على درجة حرارة 180 مدة 10 دقائق، ما نزيدش أكثر على خاطر راهم معدلة تجي. شوفوا كيفاش جت ما شاء الله خفيفة. تشره حبيت نوريها لكم بالكدا. زوز طبقات أكيد عملت جو بريسك كيف كيف نفس القياس نفس الواحدة، خاطر هم معناها بالميزان وزنتهم. من بعد نلفهم بالكدا وندخلهم الفريجيدير. أكيد حضرتهم قبل بنهار من اللي عملت المونتاج متاع الجاتو. توا نمروا للدكواز. بالنسبة لي عملت دكواز بفريوة. شنو استحقيت 345 جرام أبيض عظم، زدت عليهم رشة ملح، ومعاهم 310 جرام سكر عادي، و180 جرام لوز، و150 جرام بفريوة، وثلاثة مغارف زبدة. عملت هنايا مارجرين. بالنسبة لأبيض العظم 345 جرام، قرابة الأبيض متاع 10 كعبات عظم. نركضهم مع بعضهم هم من رشة الملح حتى وين يبدأ يبيض الخليط، ومن بعد نزيد كمية السكر بشوية، ما نصبهاش فرد مرة، كل مرة نزيد شوية ونكمل نركض حتى وين نتحصل على خليط متماسك ولونه أبيض. ومن بعد نزيد نصب اللوز والبفريوة. بالنسبة للوز والبفريوة شحرتهم شوية في الفور ورحيتهم مهروشين، راهم مش مرحيين برشا. شوفوهم كيفاش راهو باش يطعموا من بعد في الدكواز ما يلزمهمش مرحيين برشا. ونبدا نخلط فيهم مع الخليط حتى وين يتجانس، نخلطوهم بشويه كيف كيف من اللوطه ونطلعوا الفوق بنفس الطريقه نتاع الجنواز. في الاخر بالكل نزيد 3 مغارف نتاع الزبده، اكيد بحراره الغرفه.
نخلطهم معاهم بالكدا. وبالنسبة للدكواز عملت زيادة كيف طبقتين، قسمتهم على طبقتين كالعادة. نوزن راهو بالميزان باش يجو كيف. خذيت نفس السرسوم تاع اللي طيبت فيه الجينواز، مش لازم توصلوه، حطيت فيه كيف بابي كويسون حتى في الجناب، ونصب شطر الدكواز وندخلها للفور على 180 درجة مدة 10 دقائق. وهيك نتحصل على 2 كعبات دكواز، نلفهم بالكدا ونخليهم في الفريجيدير حتى الوقت نعمل المونتاج. تو نتعدى لتحضير الكوش متاع الغناش شوكولا. هذه باش نعملها فست الجاتو من داخل. استعملت 4 طوابع شوكولاتة وعملت معاها كريم فريش ليكيد، الكريم فريش السائلة. الشوكولاتة اللي تحبوا تستعملوا معناها عادي. نذوبهم على حمام مائي ونخليهم يرتاحوا في الفريجيدير ملوطة، ما نحطهمش في الفريجيدير الفوق معناها. المهم يلزمهم يرتاحوا بالكدا. توا نمروا لتحضير البراليني نوازات. استعملت 200 جرام بفريوة و150 جرام سكر. طيبت السكر على نار هادية، مزدت عليه لا ملح حتى شيء، نخليه حتى وين يبدا يحمر السكر. نزيد عليه 200 جرام تاع البفريوة، نخليهم مع بعضهم حتى وين يزيد ينشف السكر، ومن بعد نهبطهم يرتاحوا شوية ونرحيهم حتى وين تحصلوا على عجينة هي البراليني متاع البفريوة فيها مطعم محلاه. نزيدوها من بعد على الكريم موسلين ان شاء الله. هاني تو باش نتعدى لتحضيرها. بالنسبة للمكونات متاع الكريم موسلين استعملت 10 أصفر عظام، وزدت عليهم 300 جرام سكر، 125 جرام نشا، ورشة ملح، إيتر حليب، وفانيليا، و150 جرام زبدة نزيدها للكريم وقت اللي تبدأ هي سخونة، و450 جرام نزيدهم في الآخر بالكل. تنوري لكم كيفاش. باهي تو بالنسبة للعظام والسكر والنشا ورشة الملح والفانيليا نخلطهم بشوية مع بعضهم، ومن بعد نزيد عليهم الحليب. نزيدها بشوية، ما نزيدهاش فرد مرة، خاطر كيما تعرفوا النشا اكيد يعمل كراكب وقت اللي باش نطيبوه. نخلطهم بالكدا ونحطهم على نار متوسطة، وديما نحرك، ما نبطلش على تحريك حتى نكمل نطيبها الكل. بعد ما تطيب نخليها تبرد ونغطيها بساشيه ليمونتير وندخلها للفريجيدير حتى وين تبرد بالكدا. شوفوها كيفاش ترجع مسمسمة كلها. ناخذ الركاذة ونبدأ نركض حتى وين نتحصل على كريم ما شاء الله تكستور متاعها باهية. ومن بعد نزيدها ل 450 جرام زبدة اللي قلت لكم عليهم. بالنسبة لي استعملت مارجرين. شوفوا بدرجة حرارة الغرفة هاتي مطعم ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله كمية الكريمة زادة محترمة باهية على خاطر خبز الجاتو كبيرة. وفي الاخر بالكل نزيدها البراليني بفريوة. يعطي مطعم ما شاء الله. النكهة متاع الكريم موسلين تبارك الله ما شاء الله، فيها مطعم روعة بصراحة. نجموا زادة تستعملوا فستق ولا حاجة أخرى معناها عادي، الحاجة متوفرة عندكم، المطعم اللي انتو حاجتكم بيه نجموا تستعملوه. بالنسبة للخبز الجاتو هذه كيما شفتوا استهلكت فيها 24 كعب عظم، 4 كعبات للجينواز، 10 أبيض عظم للدكواز، و10 أصفر العظم للكريم موسلي. وبالنسبة للتكلفة متاعها تكلفت لي 51 دينار. أكيد ما حسبت الحاجات اللي متوفرة عندي في الدار كيما الفرينة والزيت والحليب والسكر. توا نمروا للجناش اللي بكري حضرناه، جناش شوكولاتة اللي باش نعملوه طبقة زيادة في الوسط. شوفوا غطيتها بالساشي اليمونتير، حطيتها في الفريجيدير يبرد. توا بعد ما نخرجها نعملها ضربة بالركابة نركضها شوية. توا نوصل لمرحلة المونتاج متاع الجاتو. اكيد برشا مراحل واكيد تعبتوا سامحوني، اما حبيت نفصل لكم كل المراحل بالتفصيل باش تفهموها الجاتو كيفاش تجي وتجربوها وان شاء الله تعجبكم. باهي اول حاجه خذيت السرسول بكري طيبت فيه، خذيت الطبقه الاولانيه هي طبقه الجينواز وسقيتها بالحليب، ما درتش برشا خاطر هي جات طريه بالكدا باهيه. تنجموا تسقوها بالشحور، اما انا بصراحه نخير الحليب خير باش نقص شويه من الحلاوه ياسر كان باش نعملوا شحور وهي ما شاء الله فيها برشا سكر ياسر علينا.
باهي توا نمر للطبقة الثانية اللي هي طبقة الكريم موسلين. نطرحوها بالطريقة هذه على كافة الجينواز. يلزمها تكون طبقة تغطي جينواز الكل، ما تخليهاش تبين، يلزمها تبقى محترمة وباهية. ومن بعد ما نكمل نحطها الكل، نزيد نحط فوقها البفريوة. تنجموا تستعملوا الفاكهة اللي عندكم. مستعملش برشا بفريوة، يمكن الكل هنا استعملت 100 جرام 150 جرام، معناها ما بين الطبقات الكل. الطبقة اللي من بعد أكيد باش نستعمل الدكواز. رد بالكم عليها، سيسوها بالقدا على خاطرها تتكسر. شوفوا تكسرت لي شوية أما ميسالش. نلصقها من بعد في الواحد، نسيسوها بالقدا خاطر لي ما تتكسر الدكواز مش كيما الجينواز. وكيما عملت للجينواز كيف عملت الدكواز، سقيتها بالحليب ما نكثرش برشا، اما المهم تجيني طبقة طرية وباهية. توا نزيد الطبقة اللي بعدها هي الجانا الشوكولا. يعطي نكهة رائعة بصراحة، من أعز الطبقات هي الجانا الشوكولا. نطرحها بالطريقة هذه، ومن بعد نتعدل الطبقة اللي بعدها اللي هي كيف الدكواز. نوازات كيما عملت دكواز الأخرى نحط هذه. رد بالكم سيسوها بشوية خاطر أكيد تتكسر. وكيف نسقيها بالحليب شوية برك ما نكثرش، المهم ترجع خفيفة وهشوش. ومن بعد كيف نعاود نعمل طبقة كريم موسلين كيما المرة الأولى بالكل. معناها حطيت جينواز، ومن بعد كريم موسلين، من بعد دكواز، من بعد جانا الشوكولا، من بعد دكواز، ومن بعد كريم موسلين، وفي الأخر بالكل نكمل الطبقة الأخرانية متاع الجينواز. بالنسبة للطبقة هذه نعملها نسقيها بالحليب من شيرة برك، معناها من الشيرة الداخلانية اللي باش تجي فوق الكريم موسلين قد واكيد ما بيناتهم حطيت البفريوة. وبالطريقة هذه كملت المونتاج متاع الجاتو. نعاود ندخلها للكونجيلاتور باش يشدوا طبقات بعضهم ويجمدوا، خاصة الكريم موسلين تجمد والجانا الشوكولا، ونخليها على قليلة 4 سوايع. واكيد بعد ما تبرد نعاود نخرجها ونعاود نعمل لها من الجوانب متاعها الكل الكريم موسلين مش شريط الكل. ونحاول نستويها. شوفوا هي جتني السيركل معوجة شوية، ما جتش دورة قد وقعدت ما فكتش بيها. راه في الاول كانش بعد ما كملت خبز الجاتو. اكيد انا راني مانيش احترافيه، اما حبيت نفرح ولدي بعيد ميلاده، ان شاء الله ربي يطول في عمره ويفضل لكم صغيراتكم. وهي مجرد محاوله والحمد لله. بالنسبه للمطعم كان مطعمها روعه، مثالش ناقصه شويه فينيسيون، اما الحمد لله. بالنسبة للتزيين اخترت اني نزينها بالشوكولاتة. ذوبت 6 طوابع شوكولاتة معاهم كريم فريش ليكيد في حمام مائي. ذوبتهم ومن بعد خليتهم في الفريجيدير زادا كيف قرابة نصيف ساعة، ومن بعد بديت نابليكي فيهم على خبزة الجاتو. شوفوا كيفاش بديت بالجوانب نغطيهم الكل، ومن بعد نبدأ ننظف ونحط في الطبقة الفوقانية حتى وين نكمل نابليكي عليها الكل. خبزة الجاتو كاملة يلزمها تغطى بالشوكولاتة. شوفوا هو تحسه شايح شوية، أما من بعد يبدأ يذوب بالسخانة، خاصة فصل الصيف راهو مش باهي للجاتوات برشا. ما يعاونش برشا في الخدمة، أما الحمد لله يلزم شوية وساعة بال، وكل شيء بساعة البال يجي. توا بعد ما كملت غطيت الجاتو متاعي كلها بالشوكولاتة. ننظف الجوانب، ننظف البلون دو ترافاي متاعي. وفي الاخر نزينها. اخترت اني باش نزينها بالاوراق الذهبيه بالطريقه هذه. يلزمكم تسيسوهم. اخذيت مغرفه صغيره وبديت نزين فيها. شوفوا تزينوها كما تحبوا تزينوها بشوكولاته من الفوق، بالفاكهه باللي تحبوا. انا اخترت الزينه هذه، كل واحد وذوقه. وجدت مزيانه ماهيش خايبه. اما كانش قلت لكم اللي هي خبزه الجاتو ما جاتش مدور على قاعده، ما جاتش سيركل كيما نحب انا
وحبيتها معناها ميسالش ناقصة شوية فينيسيون، أما ديما نتعلمو. إن شاء الله تكون عجبتكم خبزة الجاتو. إن شاء الله نكون فسرت لكم كافة المراحل بكل تفصيل. سامحوني كان طولت عليكم الفيديو المرة هذه. إن شاء الله تجربوها، إن شاء الله تعطوني رأيكم في التعليقات. بصراحة ننصحكم إنكم تجربوها على خاطر المطعم ما شاء الله تبارك الله. والله بالحق معناها الحمد لله حسيت بالفخر إني عملت عيد ميلاد ولدي وحدي وفرحتها بالخبزة الجاتو اللي حبها. إن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر.